قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا. ودعا بارو السلطات الجزائرية إلى العدول عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا وفق قوله. وأضاف أنه في حال الإبقاء على قرار الطرد فلن يكون لدى باريس خيار آخر سوى الرد بالمثل. ينضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال، أهلا بك. بداية ضعينا في صورة تفاعل الحكومة الفرنسية رسميا مع قرار الجزائر طرد 12 موظفا من سفارتها، وهل هناك تحركات دبلوماسية جارية لاحتواء الموقف أو لعمل أي رد فعل؟ نعم هبة، لا تصريحات أو أي تفاعل رسمي حتى الساعة. كل ما سمعناه هو كان على لسان وزير الخارجية الفرنسي، ولكن طبعا هناك محاولات يعني في أروقة الدبلوماسية الفرنسية للتخفيف من هذا التصعيد الجديد. تدخل هذه العلاقات المتأزمة منذ أشهر مرحلة جديدة من التصعيد، يمكن أن نقول كان هناك نوعا ما تهدئة لم تدم طويلا. هبة، هذه التهدئة بدأت بعد بادرة فرنسية بزيارة بارو إلى الجزائر منذ أسبوع لإعادة فتح يعني قنوات التواصل والحوار مع الجزائر، وكان صرح منذ الجزائر أن صفحة جديدة ستفتح في العلاقات الفرنسية الجزائرية. ولكن على ما يبدو اليوم مع قرار الجزائر بترحيل الموظفين الفرنسيين، فرنسا تهدد اليوم بالرد فورا. قال وزير الخارجية الفرنسي الذي طلب من الجزائر التراجع عن هذا الإجراء، وقال أنه غير مبرر ولا علاقة له بالمسار القضائي الذي يتعلق بالأشخاص ال3 جزائريين الذين تم توقيفهم آخر الأسبوع الماضي هنا في فرنسا، وهم بحسب الادعاء العام الفرنسي متورطين بأعمال غير قانونية وبخطف واحتجاز مؤثر جزائري موجود في فرنسا ترفض فرنسا ترحيله إلى الجزائر. طبعا هبة، يعني كانت فرنسا في السابق أيضا اتخذت إجراءات معادية للجزائر يعني بعد هذه التشنجات بين البلدين. نذكر هنا المشاهدين أن الجزائر تحتجز كاتب فرنسي جزائري وأبو علام صنصال، وفرنسا تطالب بالإفراج عنه وترفض الجزائر، بالإضافة إلى أن فرنسا تريد ترحيل عدد من الجزائريين من الأراضي الفرنسية وترفض الجزائر استقبالهم. وكان هدد رئيس الحكومة الفرنسي بتعليق كل الاتفاقيات مع الجزائر. وأعلنت فرنسا أيضا عن لائحة أسماء جزائريين يعني يمكن أن ترحلهم وتمنع أيضا عدد آخر من دخول الأراضي الفرنسية. ولكن يعني هذه العلاقة هبة، فعلا هذا التشنج يعود إلى ما قبل هذه المرحلة، يعني هذه الإجراءات المضادة المتعلقة بترحيل أشخاص أو الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري هي تتعلق باعتراف فرنسا مؤخرا بمغربية الصحراء. هذا التشنج أيضا يعود إلى التغيرات السياسية في الجزائر بعد العام 2019، ولربما يعني صعوبة التكيف من قبل فرنسا مع الواقع الجزائري الجديد ومع العلاقات الخارجية للجزائر مع فرنسا. يعود ذلك إلى تاريخ فرنسا وممارساتها في الجزائر. يعني هناك عوامل عديدة تفسر لربما هذا التوتر في هذه العلاقة، وتدوم يعني حتى اليوم وتتأزم مع يعني هذه الحالات وهذه يعني الإجراءات من الطرفين. وطبعا يعني صعود اليمين المتطرف هبة هنا في فرنسا لا يساعد
يساعد في هذه السردية تجاه الجزائر، لا سيما أن كان هناك يعني خطاب عدائية جدا من قبل وزير الداخلية الفرنسي، وهو يعتبر محافظ هنا في فرنسا، تجاه الجزائر بما يتعلق يعني بالجزائريين الذين قاموا بأعمال غير قانونية، ضرورة ترحيل البعض منهم، إعطاء الجنسية الفرنسية، ومواضيع أخرى تتعلق بالهجرة وبالجزائريين الفرنسيين الموجودين في الأراضي الفرنسية. ولكن يعني يمكن أن نقول أن فرنسا ستحاول مرة أخرى التهدئة، وهناك مصادر تتحدث اليوم عن أن الأشخاص المعنيين بهذا الترحيل في الجزائر بعض منهم أيضا موظف في وزارة الداخلية الفرنسية. هبة. نعم، شكرا لك، كنت معنا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. معنا من الجزائر محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. أستاذ محمد، أهلا بك. بداية، كيف تقيمون قرار الجزائر بطرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية؟ هل يعكس هذا تصعيد مدروس أم رد فعل آني؟ صباح الخير سيداتي ولمشاهدي قناتكم الكرام. عطفا على ما قالته مراسلتكم من باريس، الموظفون الذين قررت الجزائر أن تدعو فرنسا لاستقبالهم أو تريد أن ترحلهم في غضون 48 ساعة تابعون كلهم وليس بعضهم لوزارة الداخلية، يعني وكأن الجزائر تستهدف بهذا القرار وزير الداخلية الفرنسي الذي يكون قد تدخل بطريقة ما في تسريع تعامل القضاء الفرنسي مع ملف ما بات يعرف باختطاف المرتزق أمير ديزاد أو أمير بوخرس في فرنسا. إذن الجزائر تتعامل الآن بعد إلقاء فرنسا القبض على نائب القنصل في قنصلية الجزائر في باريس، تتعامل مع هذا الأمر وفق ما توفره اتفاقيات المعاهدات الدبلوماسية والقنصلية لفيينا 1963، المعاملة بالمثل. طبعا الجزائر لا تستهدف الدولة الفرنسية بقدر ما هي تستهدف الآن التحول الذي جرى في فرنسا نحو اليمين المتطرف ويمينية الفعل السياسي بإعطاء ملف الجزائر لوزير الداخلية روطايو الذي يتصرف وكأنه وزير الخارجية. طبعا فرنسا تسخن وتخفف التصعيد وتصعد وفق مصالحها، وبدا للجزائر بأنه بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر وكأنه فرنسا تريد المقايضة في ملف الكاتب الموقوف في الجزائر بوعلام صنصال بتسريع ملف قضائي. هذا لا يعني أن القضاء الفرنسي غير مستقل، لكن هناك أجندة سياسية، والدليل على ذلك تعامل فرنسا مع ملف زعيمة اليمين المتطرف التي تقول بأن قرار القضاء بمنعها من الترشح للرئاسيات 2027 هو قرار سياسي، وبالتالي فالجزائر تفهم بأن القضاء الفرنسي مستقل، لكن هناك أجندة سياسية تتعامل معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجزائر يعني اختصاص تريد أن تمنحه لوزير الداخلية روطايو في التصرف في ملف ليس من اختصاصاته، الملف العلاقات مع الجزائر. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني بظل إعلان باريس عن مرحلة جديدة بالعلاقات بين البلدين، ما تأثير هذا على العلاقات؟ ما تأثير هذه الحادثة على تلك المساعي؟ طبعا عندما نقرأ البيان الذي تلا مكالمة الرئيسين ماكرون والرئيس عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، أظن بأن الملفات كانت واضحة، وكأن الرئيسان أرادا الفصل بين الملفات القضائية، ملف الذاكرة، ملف العلاقات الخارجية. والدليل على ذلك أن الجزائر بعد ذلك أعادت يعني التعامل في الملفات الاستخبارية والاستعلامات مباشرة بعد المكالمة، منحت بعض الشركات الفرنسية صفقات في الجنوب الجزائري، وفتحت قنوات الاتصال وقبلت أن تضع الملفات على الطاولة طبعا في الأمد القصير. لكن
بقرار وزير الداخلية الفرنسي تسريع التعامل القضائي مع ملف ما بات يعرف باختطاف المرتزق أمير ديزاد. طبعا هذه الأمور وكأنها يعني الضغط على الجزائر، وهذا يبدو من خلال ملامح وزير الخارجية عندما خرج من لقائه مع وزير الخارجية السيد عطاف هنا في الجزائر. بدت ملامحه وكأنه لم يأتي إلا لملف واحد، وهو ملف الكاتب الموقوف في الجزائر بوعلام صنصال، وإرادة أن تصدر الجزائر عفو أو أن تتعامل معه سياسي وليس قضائيا. وطبعا الزمن القضائي ليس كالزمن السياسي، وهذا ما أوقع ربما فرنسا في حرج أمام رأيها العام الذي أرادت أن يفهم بأن هناك قوة في فرنسا ويمكنها أن تطلق سراح بين قوسين الكاتب الموقوف في الجزائر بوعلام صنصال، وهذا ما لا يجري إلا وفق الأجندة القضائية التي قررتها الجزائر وليس وفق الإرادة الفرنسية بتسييس الملف. نعم. إذا كنت معنا من الجزائر محمد سباشير، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك.